من 10 سنين او اكثر كنا بسوريا، وكان في مسلسل اسمه سنوات الضياع. بتذكر بهداك المسلسل كان في مشهد بتكون فيه لميس حامل، فبتيجي امها للميس بتقول لاخوها للميس انه هي حامل، فبتطلع هيك لاخوها بتقول له اختك. بيقول لها شو بها اختي؟ بتقول له اختك حامل. حامل؟ حامل من مين؟ بتقول له من يحيى. بيقول لها من يحيى؟ يعني هو ما انزعج انه اخته حامل، لا انزعج انه اخته حامل من يحيى. نيجي على المشهد الافتتاحي ومنشوف مجموعة من العالم قاعدين عم بيرقصوا بحفلة معينة. بتقرب الكاميرا ومنشوف الشخصية الأساسية ماسكة واحد وقاعدة عم تبوسه، وأثناء عملية البوس بين الشخصيتين بنسمع صوت من رفقات الشخصية الأساسية، وبنسمعهم عم بيقولوا لها إنه هي تأخرت على الطيارة ولازم تترك عملية البوس مشان هن ما يتأخروا على الطيارة. وهي ورايحة بقوم يمسك الشوب بيقول لها لك لوين رايحة بدون ما تعطيني شيء أتواصل فيه معك؟ فهي شو بتعمل؟ تعطيني انستغرام؟ لا. تبعت له لوكيشن؟ اكيد لا. تفتح هيك قميصه وتبلش تكتب رقمه على صدره. وبالمشهد الثاني نكتشف انه هي محاميه ورفقاتها كمان محامين مثلها، كلياتهم عم يشتغلوا بمكتب محاماه. فبصيروا رفقاتها يناروا عليها ويقولوا لها ايه لا كان ما في منك، انت امبارحه كنت عم تبوسي الشاب اللذيذ وابو عضلات ودخيل قلبه شو حلو من الحكي هذا. ولكن فجاه ومن دون اي سابق انذار بتقرب الكاميرا على البنت وبنشوف انه هي بالعكس هي انسانه حزينه، لانه هي كانت بعلاقه وتعرضت للخيانه بعلاقتها السابقه، فبالتالي البوس اللي شفناه بالحفلة كان عبارة عن ردة فعل منها. وبمشهد تاني لما منشوف حبيبها السابق قاعد واقف على الباب حامل اغراضه بده يسافر ويهجرها من البيت، فبيكون في شوية عتاب. وشو بيقول لها؟ بيقول لها يا مرة تعي ننسى كل اللي فات ونرجع مع بعض حبايب. فهي شو بتقول له يا حذركم؟ بتقول له نرجع مع بعض؟ بتقول له اصلا اخر مرة كنا انا وياك فيه على تخت واحد كان الدولار ب9 ليرات ونص. على اساس شو يعني؟ على اساس انه الكاتب هيك عم يتبندق، عم بيبعت رسائل سياسية للوضع الاقتصادي بالبلد، يعني شغل بقعة ضوء ومرايا. وقبل ما نبلش بهذا المسلسل لازم ضروري اعطيكم خريطة الحب لهذا المسلسل مشان تعرفوا الله وين حاططنا. عنا ليلى الشخصية الأساسية كانت بعلاقة حب مع حبيبها السابق عمر. عمر هو مهندس بيخون ليلى مع وحدة اسمها بلم، وبنفس الوقت عنده حبيبة ما عم يقدر ينساها اسمها زينب. ليلى مشان تنسى خيانة عمر بتروح بتعيش علاقة مع شياز، ولأنه هي بتشتغل بمكتب المحاماة بتستلم قضية لواحد اسمه جيم. جيم متزوج 3 مرات وعم بيمشي بمعاملة الطلاق للزوجة الثالثة. جيم عم بيبني اوتيل، المهندس الميداني اللي عم بيبني الاوتيل بيكون عمر الحبيب الاول لليلى، والطباخ اللي كان عم بيطبخ بالاوتيل هو شياز اللي ليلى صاحبته واللي كنا عم نشوفهم عم بيبوسوا بعض باول مشهد. محامية جيم بتتعرف على رفيق ليلى بمكتب المحاماة، بتقوم تطلب منه الزواج وبيتزوجوا. رفيقتها الثانية لليلى بتكون قاعدة عم تولد، بيقوم بيجي الدكتور كثير حلوة وشخصية فبتعشق رفيقتها الثالثة فبتقوم بتصاحبه للدكتور. شياز بيصاحب وحدة تانية، بتقوم ليلى بتعرف بهذا الشيء فبتبعد عن شياز وبتروح بتبلش بتصير تحب جيم. وبعدين ليلى بتكتشف انه جيم مرته الثانية حامل منه، بتقوم بتروح لعند امها لتشكيلها. فبتروح لعند امها لتشتكي لها، امها بتضحك وبتقلها عادي حبيبتي ابوكي بزماناته خانني ورجع لي مرة تانية. فهون ليلى بتغير رأيها وبتقرر ترجع لعمر وتطرنب على جيم وشياز. وبليلة العرس وقبل ما يتزوجوا ليلى وعمر تكتشف ليلى انه عمر لساته بعلاقة مع حبيبته السابقة، بتقوم تترك العرس وبتركض مع كلبها وبيخلص المسلسل. بهذا المسلسل نحن بنشوف كتير مشاهد غريبة ما لها تفسير. أول مشهد بنشوف ليلى قاعدة بتاكسي وعم تمشي ورايحة لقرنة مقطوعة، بيقوم التاكسي بيتركها بقرنة مقطوعة وبنسمع صوت كلاب وصوت صراصير وهي المؤثرات الصوتية المرعبة اللي بتعرفوها. فهون أنا كمشاهد فورا بقول أكيد هلأ رح يصير حدث معين رح يغير مجرى القصة تماما. بس ولكن ليلى بتدخل على مطعم وبينتهي كأنه ما في شيء عم يصير. طيب يا مخرج شو بك ركز معي شوي. ليش حطيت لي هالمشهد وحطيت لي صوت الكلاب والصراصير وقرنة مقطوعة ومكان تغيير قطع السيارات وحاطط لي ترجمة كمان مشان شو؟ والمشكلة وين؟ انه المشهد بيعيد هي القصة بمشهد تاني. بنشوف قاعدة ليلى عم تمشي بالليل وعم تسمع انه في حركة ببيتها وانه في شخص غريب ببيتها. تمشي ليلى شوي شوي والصوت كل ماله قاعد عم يكتر لحد ما نحن نفهم انه في صوت مي وانه في حدا بالحمام. بتقرب ليلى بتقرب وبتفتح البرداية ولا شو منشوف جيم قاعد عم بيتحمم. لا بيطلع عليها شو بيقول لها؟ بيقول لها تعي يعني اذا بدك تعي نتحمم مع بعض. وبمشهد ثالث
منشوف انه المحكمة حكمت بالطلاق لصالح مرته لجيم الثالثة، فبيطلع لها تعويض 10 مليون دولار. فهي مشان تنتقم شو بتعمل؟ تصرف ال10 مليون دولار على الليرة التركية وبتصرفهم كليرات، وبتحط هالليرات بكميون وبتروح بترجع بتعطي المصاري كلها لجيم على شكل ليرات. يعني يا مخرج يا مخرج يا حبيبي، 3-4 حلقات رايح جاي اخذنا على المحاكم، والمخلوقة اخر شي بتنتصر بدعوتها وبتاخذ التعويض اللي بدها اياه، مشان اخر شي هي تروح تنتقم وترجع له المصاري على شكل ليرات. طيب ليش؟ ليش 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 ليش؟ ومشهد رابع وهو المشهد المفضل لإلي، اللي اكثر مشهد غريب انا بشوفه بهذا المسلسل. بنشوف ليلى وشياز عم يمشوا بجنب البحيرة، بيقوم شياز بيقول لها انا كنت عم بدرس ماجستير بألمانيا، ولكن لاحظت الأكل الشعبي الموجود بالشارع، فحس انه هو الانتماء تبعه بالأكل الشارع، فرجع تركيا وصار طباخ. وفجأة منلاقي حاطين هالصفرة وحاطين هالعنب والأكل، وهو قاعد عم بيفتح عنينة النبيذ وقاعد عم بيشمها بطريقة كتير 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 سكسية. وبيقعد الزلمة من 3 دقائق ل5 دقائق بيصير بيحكي كيف بيتم تعتيق النبيذ، وشو أهمية وشو هي مراحل اللي بيمر فيها النبيذ المعتق. ليش؟ ليش؟ ولا هداك كمان حبيب عمر، حبيب السابق لليلى، مطير درون وقاعد عم بيراقبهم من بعيد يعني. وهي كانت المشاهد الغريبة اللي أنا شفتها بالمسلسل وما عرفت أعطيها أي تفسير، فقلت بلكي بقلكن إياها، بلكي أنتو اللي شاف المسلسل يعطينا أي تفسير منطقي للأحداث اللي صارت. وأحلى شيء بالشخصيات كلها إنه قاعدين طول الوقت عم بيحكوا مع بعض بالإنجليزي وبالفرنسي. روك اند رول. هن عم بيحاولوا يفرجوك الشخصية المخملية اللي هي كلهم حفلات وسهرات وعايشين حياة أمريكية، وكله بيحكي انجليزي وفرنسي، والمصاري ما هي مشكلة بالنسبة لهم. يعني بتلاقي الشخصية الأساسية ما بتحكي التليفون غير هي وقاعدة عم بتجزف تحت جسر البوسفور، ولا جيم كل شوي قاعد يا هو قاعد عم بيعمل بارتي على اليخت، او هو قاعد عم بيسوق القارب الخاص تبعه. اوكي عم تحتفلوا حاطين شباب واقفين وهن عم بيرقصوا. يعني عرفتوا هي الستريب دانسرز هدول اللي بيرقصوا بشكل عديانين، هن الشباب يعني ما بعرف. هذا المسلسل حببته وقصته انه ما له قصة. اول 3-4 حلقات بتلاقي فيه محاكم وفي مشاكل وبتقول انه خلص انه القرار المحكمة هو قرار النهائي وهو مبني عليه السياق الدرامي كله. اخر شيء بتشوف المرأة اخذت حقها ورجعت عطوا المصاري على شكل فرنجات وليرات. بعدين بتشوف ليلى وحبيبها السابق عمر قاعدين كمان بالمحكمة وعم بيقدموا وراء على مين بده يحصل الحضانة للكلب اللي هو تربى بيناتهم. ومشان ما أصدم العمل وقول إنه ما له حبكة، ممكن ناخدها من العنوان المسلسل اللي هو نيكست. يعني شخصية ليلى تعرفت على عمر، نامت معه، قالت له نيكست. بعدين تعرفت على شياز، باسته ونامت معه، بعدين قالت له نيكست. بعدين شافت جيم، حبته ونامت معه وقالت له نيكست. وبآخر المسلسل ترجع لعمر وبتنام معه مرة تانية وكمان بتقول له نيكست. وأغبى شيء بهذا المسلسل إنه المسلسل كله مركز على شخصية واحدة. بالعادة لما الكتاب بيقعدوا بيبنوا السياق الدرامي بيبنوا قصص جانبية هي اللي بتدعم وهي اللي بتساعد الشخصية الأساسية لتبرز وتدعم مواقفها بمشاهد معينة. بس ولكن بهذا المسلسل ما في قصص جانبية، كله مركز على ليلى. ليلى مع مين نامت، ليلى أخذت قرارها ولا لا، ليلى عم ترقص مع كلبها، في حوار بينه وبين كلبها عم تقول له انه انت حتى انت ما بتحبني، و3-4 دقايق بتعيش دراما بينه وبين كلبه وعاد عم تحكي ومونولوج كتير سخيف يعني. وطول الوقت عايشين بصخب عالي جدا وحفلات ورقصات لحتى بتوصل لمرحلة انت راسك بيوجعك. انا عملت هي الحلقة مشان حضرتك او حضرتك ما تروحوا تتعذبوا وتتفرجوا على هذا المسلسل ولا تتفرجوا على مسلسلات مشابهة، لانه نصيحة من اخ ونصيحة من العبد الفقير اللي قدامكم: أي شيء بلا طعمة ممكن تعمله بهي الحياة، أي شيء تافه ممكن حضرتك أو حضرتك تعملوه هو أكثر قيمة من أنكم تتفرجوا على هذا المسلسل. نصيحة من العبد الفقير. فهي كانت حلقتي لليوم. أنا آلان بكر وبشوفكم بحلقات قادمة ودمتم بخير.